مرحبا. دوك نكاسي وانا معك في الجواب. فوالا. دونك بالنسبه للتربيه الجنسيه بالخصوص كمفهوم هو مفهوم فضفاض، ولكن من ناحيه الا هضرنا عليه من ناحيه يعني من الناحيه العاميه او من الناحيه اللي ممكن يفهمها اي شخص، فهي تربيه بحال الاليات كنلقنوها لوليداتنا، خاصه في واحد العمر ما بين عامين ونص حتى 8 سنين. هي الاساسيه من اجل تكوين ذاك المراهق يعرف واحد الاساسيات اولويه، لا من ناحيه الجسد لا من ناحيه النفسيه لا من ناحيه مجموعه الامور اللي هي عندها علاقه بالامور الجنسيه. أنا بالنسبة لي الثقافة الجنسية أو التربية الجنسية بالخصوص هي منين كنبداو على أنه المراهقين أو الأطفال بصفة عامة نحاولوا نعطيهم لي زانفورماسيون حول الجسد ديالهم، يفهموا التطورات اللي كتكون في مرحلة البلوغ بمختلف لي زيتاب ديالها، يفهموا داك التغيرات الجسدية وحتى العاطفية وحتى النفسية. علاش؟ باش يعرفوا يتعاملوا معها، باش يعرفوا يرسموا الحدود. ومي كنهضروا على التربيه الجنسيه ما كنهضروش غير بداك الستيريوتايب ديال هي العلاقه الجنسيه فقط، لا كنظن على ان المفهوم اوسع من ذلك واجمل. راه كندخلوا في النظافه الجسديه، كندخلوا في الجنس، كندخلوا في العلاقات ديالنا مع الاخرين والحدود اللي خاصنا نرسموها في هذه العلاقات الى غير ذلك. شكرا ايمان. فبالنسبه لي التربيه الجنسيه بخلاصه هي ماده تعليميه، الاصل ديالها هي شرح وفهم السلوكيات والاساسيات ديال الجنس بصفه عامه، وكذلك الصحه النفسيه بمفهوم خاص، وكذلك الثقافه الجنسيه اللي كتدخل فيها مجموعه من العوامل من بينها المحيط، بينها الاسره، منها المجتمع، وهي ماده رئيسيه واساسيه خصو يكون المكون فيها الرئيسي هي الاسره اللي كتبدا من سن عامين وانت طالع. دونك هي اساسيه ومفهوم اساسي خصو يكون في جميع الاسر سواء المغربيه سواء المجتمعات في جميع البلدان. انا بالنسبه لي التربيه الجنسيه هي واحد العلاقه ديال الاحترام اللي كتبنيها اي اسره ولا واحد جوج ديال الناس باغيين يتعلموا شنو المعجزات اللي عندهم في الكور ديالهم. التربيه انا بالنسبه لي ماشي غير في خصك دير هادي وما خصكش دير هادي، بالعكس هو واحد الاكسبلورين جورني ديال البادي ديال كل واحد فينا فوق هذه الارض. علاش كنبغيو نقراو بزاف ديال العلوم على شتى حوايج اخرين وكنجيو حتى لهادي كتولي عندنا طابو في البلاد؟ علاش؟ بالعكس انا كتجيني باللي نمشيو كاع التقاليد ديالنا كيقول لك باللي البنيتات كبرت بلغت قرات تخدم الوغ تتزوج. اوكي هذا المسار كامل زوين، ولكن شنو درت ما تعلماتش، ما عرفتش شنو البادي ديالها، شنو الابعاد ديالو، كيفاش غتعامل معاه في البلوغ، كيفاش هذا غادي تجي غتزابي كاع هاد لي زيتاب وتقول لها فوالا راه خصك تزوجي. علاش؟ عوض خصك تزوجي الوغ اجي نعلمك بنتي ولا اجي نعلمك ولدي ها كيفاش خصك تعرف البادي ديالك، كيفاش تعرف تتعامل معاه. كيف كنقول كيف قلت في الاول هي واحد العلاقه ديال الاحترام ديال العلوم بصفه عامه. والتربيه الجنسيه انا بالنسبه لي هي واحد العلاقه ديال الاحترام جسديه نفسيه وحتى اجتماعيه، حيت دابا حنا كنربطوا ديما المغرب وهذا الموضوع طابو حيت التقاليد ديالنا ما تربينا بكلمه حشومه. هذه الحشومه بالنسبه ليا كانت زمان كبرنا معاه شحال هذا، ولكن حنا كشباب دابا ما كرهناش نبدلوا هذا المفهوم، ما كرهناش نجيو واحد النهار نقولوا اوكي بغينا نهضروا على هذا السوجي هذا، واخا كل واحد فينا يعطي الراي ديالو بواحد الطريقه محترمه. نعرفوا شنو كاين من الدين واخا مزيان كمسلمين وعندنا هذاك التشبه الديني ديالنا بالشريعه ديالنا وبالقران ديالنا وبكل شيء، واخا نشوفوا منظورات منه نتعلموها، ولكن باش نقولوا طابو من الاول ما كنظنش. فانا مع الاخت كنتفق معك جميع النقاط الا نقطه واحده. بالنسبه للطفل ولا الشاب اللي كيوصل لسن الرشد كيولي يقدر انه يدير له فورماسيون راسو. انا متفق معك في التربيه الجنسيه للاطفال. ولكن غنقطعك هنا عافاك اسمحي لي واحد القضيه. دابا انت قبل ما توصلي لسن الرشد كان عندكم تربيه جنسيه في الدار وراك والديك؟ انا في دارنا كان عندنا هادشي. الا انت اكسبسيونيل. لا ولكن انا نجيك انا علاش ذكرت هادشي في الانترفنشن ديالي، حيت الا غادي تجي وغادي تقول باللي هذاك الوليد فاش نتسناو حتى يكبر لسن الرشد لا حتى يوصل لسن الرشد عاد ديك الساعه غادي يضطر انه يقرا التربيه الجنسيه. لا ما قلتش هكا، انا مع التربيه الجنسيه من الصغر. الا وصل لسن الرشد غادي يعرف بزاف ما سمعتينيش مزيان. صعيب ما سمعتينيش مزيان. قلت انه غادي يزابيو بزاف ديال طاب في حياته ويقول لهم فازي سير تزوج، الراجل كبر خصو يتزوج، البنت كبرت تتزوج، ولكن شنو داروا قبل؟
واش عرفوا البادي ديالهم، عرفوا الاحترامات اللي خصهم يحترموا كل واحد بالجسم ديالو. وباش نجاوب كاع على شنو قلتي، لوطو فورماسيون دي فوا ما كتكونش مزيان، حيت حنا حاليا في واحد العصر ديال الديجيتال، كلشي عندنا تيك هاي تيك، كلشي عنده يعني السوشيال ميديا دابا سهلات بزاف ديال المفاهيم. كيفاش غادي يخليو واحد البيج داتا كبيره بزاف اللي فيها بزاف ديال الميسليدين انفورميشن ماشي كلهم صحاح، ونقولوا انت دابا سن الرشد عندك بزاف ديال بيزوان اللي هما اومان وخصك تقلب عليهم. ما يمكنش نكره هذا البيج داتا، ما يمكنش نكره اخذ وعطاء في الكلام. غير النقطه هذه البيج داتا اللي كتهضري عليها انت بالدرجه الاولى راه هي الاصل، وما يمكنش نكره عندنا مكون اساسي في المنازل ديالنا، في التليفون مع وليداتنا. دابا بغيتي تجي تبداو لاباس، انا راه هادشي اللي قلت، انا هادشي اللي قلت. جو بونس ندخل بخيط بيض تقريبا عندكم نفس الباركور في الهضره من الناحيه الاولى ومن الناحيه الثانيه. غير هو انت ايمان فوالا، غير هو يعني كتحديد كمفهوم. احنا عارفين ان التربيه، ملي كندوي على التربيه الجنسيه الانطلاقه ديالها الاساسيه كتكون من عامين ونص تقريبا 3 سنين، باش الولد تيولي يفهم او تيكون بعض المرات تيكون كلمات وكذا، كيولي يفهم المنطق الاخر، شنو التفاعل ديال الاباء، التفاعل ديال معهم، هز حط لا ما ديرش ما تفعلش، تيولي يفهم، تيكون ديك المعرفه. أظن على أن المسؤول على التربية الجنسية بالدرجة الأولى هما الأسرة. ملي كنهضر على الأسرة كنهضر بالضبط الأب والأم، لذلك خاص الأب والأم يخلقوا واحد المجال ديال الحوار، فيه هذا المجال الحوار يكون فيه الأمان التام، باش على أن الأبناء يقدروا يدخلوا معهم في حوارات تخص التربية الجنسية، يقدروا يكونوا ريفيرونس لوليداتهم. حقاش الا ما خلقتيش هذا المجال ديال الامان التام غادي يمشي يسول برا. هذا اللي كيبان لي، وسورتو لان التربيه الجنسيه فيها كنمروا حتى القيم، كنمروا حتى الاخلاق، وبالتالي صعيب على ان تكون المسؤوليه خارج الاسره بالدرجه الاولى. عاد كندوزو للمدرسه اللي خاصها دير مجموعه ديال تكون داخله في المواد المدرسيه، واللي كتختلف من قسم لقسم حسب لاج. وعاد كنشوفوا المجتمع والاعلام خصو حتى هو يدخل في هذه المعمعه ديال التربيه الجنسيه، ويدخل بدور ايجابي ماشي سلبي، يعطي الافكار الصحيحه، يعطي لي ميساج الصحاح المناسبين لكاع الحمولات الثقافيه وغيرها. شكرا ايمان. بالنسبه لي انا كاين واحد العلاقه تكامليه ما بين الاسره والمجتمع والمدرسه والمحيط ككل. فالتربيه الجنسيه كتبدا بالاساس من الاسره، فالاباء الام والاب بالدرجه الاولى اول كونتاكت اللي تيكون عندهم مع الوليدات. دونك خصهم يحيدوا منهم حشومه، اي حاجه ضراني نجي نقولها، نعبر، نزرع الثقه. هذا هو الاشكال اللي كاين ما بين الاسر والابناء المغربيه، خاصه المغربيه، حشومه. لا ما نقولش، لا هذه عيب. دونك شي حاجه سميتها حشومه وعيب خصها تحيد من القاموس. حاجه ضراني نجي نقولها. دري صغير يلاه عنده عامين 3 سنين، سير بوس خالو، سير بوس خالته، سير بوس عمو، سير بوس عمته. الدراري الصغار تيقول لك لا ما نمشيش. الا قال لك الدري لا ما نمشيش، عرف كاين مشكل، ما تبزش عليه انه يمشي. اذا كاين واحد الاشكال. كذلك الاسر كتلقى العائلات مع بعضياتهم، هذا العم، هذا ابن العم، هذا الخال، الابن عندهم بحال شي لعبه كيشدوه، كاين ديك اللمسات الغير صحيه تما كيتربى عند الابن الصغير واحد النازع جنسي غير صحيح. كاين مجموعه من الاخلاقيات كتبدا من الاسره. كذلك من تما كندوزو المرحله ديال المؤسسه كيتلاقى مع الصحاب ديالو، كيشوف حوايج اخرين جداد ما شافهم في المنزل ديالو. خصها تكون المراقبه، واكد على المراقبه في المدارس. طبعا الحال انا بالاضافه نعطي واحد المثال. الا شدينا واحد الطبله فيها 3 رجلين، والثلاث رجلين هما الاساس ديال ديك الوليد اللي فوق الطبله. عندنا ملي دويتو على الاسره، ودويتو على التعليم، ودويتو على الاعلام. انا الاعلام بالدمج ديالو ما هو الكتروني وما هو يعني من الاعلام ماشي فقط غير في التلفازه، وانما في كل شيء. انا بالاضافه كاين واحد الامور اللي كنا لاحظناها حنا في الاعدادي، كانوا يديروا لنا التربيه الاسريه اللي عقلتوا عليها. التربيه الاسريه فكنا كنسمعوا التربيه الاسريه ما كناش كنبغيو ندخلوا لها،
تنقولوا ويلي كيهضروا العيالات وكيقولوا لهم كيفاش يديروا، حنا مالنا حنا في هذا الشيء هذا. وبالتالي اننا من وصلنا حنا اليوم كاباء محتاجين التربيه الاسريه صحيح مع الوليدات ديالنا. فلما لا كما قلتي استاذ ايمان، لما لا يكون دمج يعني في المواد كما قلتي سعد واقيلا الفكره ان يكون دمج واحد المواد اللي هي اساسيه في التعليم، يكون دمج واحد لي كابسول ولا واحد كما كيديروا صباحيات ولا كيديروا مسائيات ولا ايام دراسيه بين قوسين في سميتو في الاعلام، تكون هذا الشيء هذا صنع المحتوى اين هم في هذا الامور اللي هي التثقيفيه لي بارون اللي كيكونسوميو اكثر، لانك ملي كتشوف اليوم الام راه طالعه نازله في تيك توك وفي سميتو، وبالتالي على الاقل يكون هذه الامور هذه هي المنبع التعليمي والاساسي للتربيه الجنسيه. شكرا محمد. انا بالنسبه لي صراحه كنوافقكم هادشي كاع اللي قلتو، وكنقدر نزيد غير واحد الاضافه بسيطه اللي هي حنا كشباب وكمجتمع مدني ما كرهناش صراحه حنا ناخذ المبادره، بكون كيف قلتي وصلنا ولينا اباء ولينا قلبنا صحنا على هذه المعلومه باش شفنا بزاف ديال لي سيناريو وقعوا في حياتنا، ديزيكسبيريونس ديالنا اللي شفناهم في الواقع سمعناهم من عند ناس اخرين، بغينا نستافدوا منهم ونبارطاجيهم مع الاسره الصغيره ديالنا. دونك حنا بحد ذاتنا راه حنا الاولين خصنا نبداو بهذاك المبادرات ديال تعلم بعدا شنو هي التربيه الجنسيه، تعرف تثقف راسك اكثر باش فاش تبغي تعطي شي حد اخر تما كتولي البير ايدوكيشن. فوالا دونك المجتمع المدني سوا عنده دور كبير مع الاعلام وعنده، وكيف قلتي دابا المعلومه سهله، السوشيال ميديا الناس كلشي كونيكتي، تيك توك انستغرام كاع لي بلاتفورم كلهم خدامين مزيان، وصوتو في المغرب ما عرفتش واش كتوافقوني الراي في رمضان كيكثر اليوس ديالهم بزاف، سورتو واحد الفئه عمريه كيف قلتي لي مامون الكبار ماشي زعما الناس الصغار. ما عرفتش واش نقدروا نستغلوا هاد النقطه، واش عندكم افكار اللي نقدوا مثلا ما عرفتش كيف قلتي سواء دي كابسول دابا ولاو دي ريل في انستغرام ولاو بزاف ديال التولز اللي نقدروا نستافدوهم ويكونوا عندنا بينيفيشال لهذا الموضوع. من منظوري الشخصي، فاعتقد ان الاغلبيه يتفقوا معي في هذا الجواب. احنا مجتمع مغربي محافظ اسلامي مرتبط بالقيم الدينيه والاسلاميه، فانا ضد كل التشجيع ديال العلاقات الرضائيه والعلاقات المتعلقه بالجنس قبل مشروع الزواج. فالزواج هو اطار رئيسي واساسي في العلاقات لكي نحافظ على القيم الاسلاميه ديالنا والمبادئ الاسلاميه ديالنا، وما نتبعوا حتى شي جهه اخرى بداعي التفتح والانفتاح. فريبول اخويا مرحبا. اخويا ودوك الشباب اللي بغى يتمتع مع راسو بالجريدات، اللي بغى انا في الاطار هذا السي سعد كنت درت واحد البحث التخرج ديالي ودرت عليها حول ظاهره الصاحب. كان اول بحث ميداني في المغرب تقريبا في هذه الظاهره هذه، وتخدم بواحد الطريقه يعني طريقه المقابله، طريقه ديال الاستماره وداك الشيء. كنت درت 30 تلميذه 30 تلميذ. فمن خلال ما يسمى بالعلاقات الرضائيه يعني في لاج ديال 5 تيزيام باك، لقيت ان 95% من هاد التلاميذ اللي دوزت معاهم البحث صاحبي، وبالتالي تقول لي انت ما باغيش. فالمجتمع شوف راه نرجعوا قبيله الهضره ديالنا كامله ديال التنشئه الاجتماعيه وديال التربيه وديال مجموعه الامور، وغنرجعوا لنقطه الصفر اللي هي التربيه الاساسيه والتربيه الجنسيه. كان ديك الثقه في النفس، وكون نحترموا، هضرت على مساله الاحترام، نحترموا الذات ديالنا، نحترموا الاخر، نحترموا مجموعه الامور، وان الاعلام ديال الدور ديالو تنشئته هو والمجتمع والمحيط والجيران كيف ما كانوا كيربيو شحال هذه دابا كل سد على باب دارو. المهم مجموعه ديال العوامل، وكانت راسيه كيف ما دابا ولا دابا التليفون اللي ولا كيربي ما بقاش. ولينا كنشوفوا الفضائح ديالنا كاملين في السوشيال ميديا، هو البوز اللي كاين دابا هو هذه مع هذه تلقات مع هذه مشات مع هذا جات مع هذا، وبالتالي ولا حتى البنات دابا باش يديروا الفلوس وديروا التيك توك ولا يعرضوا يعني الامور ديالهم داخل التيك توك باش انهم يدبروا على السبع ويدبروا على كبس. غناخذ منك الكان. صراحه الموضوع حساس، هذا الموضوع بحد ذاته حساس بزاف، وكيف كتسمع علاقه جسديه من غير الزواج دونك كت اوتوماتيكلي سبيكين كتربطها في السب كونشس ديالك باللي اوكي هذا كيعني زينه
كيعني حرام حرام في حرام في حرام في حرام. كيعني شي حوايج اللي كنديرهم ضد التقاليد ديال امي وبا، علاش كبرت في داك لونطوغاج صغيور، على التقاليد اللي شفت كيف قلتي سي محمد جيراننا ناري، عندك خالي، عندك جارنا يشوفنا مع فلان مع هذا. دونك هذا واحد الطابو اللي كبير. وانا بالنسبه لي الراي ديالي في هذا السوجي هذا كيأيد سعد. انا جو سوي كونتر هادشي، ولكن كيفاش غادي نقولوا؟ هنا السؤال بالضبط اللي خصنا نسولو، واش حنا كشباب دابا حاليا، حيت الواقع كيحكي ان هادشي كاين بيس اون شنو قلتي انت، بيس اون شنو حنا كنشوفوا دابا في العالم ديالنا الدي تو دي ديالنا لايف، كنشوفوا باللي راه هادشي كاين سواء بغينا سواء ما بغيناش. ولكن الا قدرنا حنا كمجتمع شويه بدينا كنطوروا، كنحاولوا نشوفوا نستخدموا البوزيتيف فايبس ديال السوشيال ميديا باش نوجهوا اكثر الناس وغير يفهموا اش كيديروا. حنا ماشي غنقولوا شنو خصك دير شنو ما خصكش دير، ولكن خص الواحد يشرح لواحد اخر الا قدر يعني في علاقه احترام ديال الديسكوسيون ديال كلشي. شنو ممكن نعلموا الناس في هذا الشيء؟ شنو كتقولي ايمان؟ انا واحد النقطه هضر عليها محمد ديال البورسونتاج ديال 95%. انا I'll be more realistic شويه. حنا في المغرب صحيح ما كاينيش علاقه جنسيه قبل الزواج. كنخدم مع المراهقين بزاف، خدمت معاهم بزاف، خدمت في دي زعما كان دايركت كونتاكت، وحتى بعض المرات كيدخلوا عندي الفيسبوك كيسولوني عافاك علاقه هذه في علاقه هذه. اغلب العلاقات ما كتكونش في المنهج الصاحب، ما كاينيش ديما على انه كتكون علاقه جنسيه بين داك الجوج. هذا من جهه. من جهه اخرى ما عرفتش، يمكن انا المنظور كيفاش كنشوف ما كنبغيش نقول ثقافي، لان ثقافتنا فيها مجموعه المغالطات، فما كنبغيش ديما نربط بالثقافه. لكن مصدر التشريع ديالنا او الاختيارات ديالنا العقائديه كنظن حنا كلنا مسلمين. الاسلام باين على انه العلاقات الجنسيه قبل الزواج حرام. ولكن ملي كنهضروا على الواقع انا كونتر، غير هي ملي كنهضروا في الواقع سن الزواج تاخر كثيرا لعوامل كثيره. ما الاقتصاديه، ما كاينش تمكين اقتصادي لا للشباب لا للنساء. كاين مشكل ديال الوعي بلي بوزوان، كاين المشكل ديال ارتفاع حالات الطلاق. راه بعض المرات حتى داك الحوار ديال العلاقه الجنسيه ما كيعرفوش يتحاوروا. فكيفاش هادو ديجا دازوا العلاقه الجنسيه قبل الزواج بمده، وعاد موراها غيتزوج، وعاد مورا راه الناس تزوجوا ما توافقوش في العلاقه الجنسيه وطلقوا حقاش ما كانش توافق في العلاقه الجنسيه. سمحي لي فريبو العفاك ايمان هنايا، متفقه معك، شكرا متفقه معك. ولكن غير الا بغينا نحددوا دابا المواضيع، واش حنا كنهضروا على شنو السبب ديال الزواج يتعطل حيت سببه هو هاد العلاقات الرضائيه كيف كيقولوا دابا كيتسماو قبل الزواج، ولا نهضروا على نشوفوها من واحد المنظور زعما واحد اخر ديال اوكي هاد الناس تزوجوا ما توافقوش في العلاقه الجنسيه الجسديه ديالهم بيناتهم، الوغ طلقوا. من مورا الطلاق حتى واحد فيهم ما بقى عاود تزوج. حيت علاش؟ حيت ما بقاش عاوتاني غيثق في داك مؤسسه الزواج اللي هي اللي كتربط التقاليد ديالنا راه الا بغيتي تعيش دوك التجارب ديالك خصك تعيشهم في اطار الزواج. دونك انا كنظن باللي هاد العلاقات هاد الرضائيه اللي كيتسماو دابا هما راه كاينين عايشين معاهم حنا في البلاد، وماشي غير في المغرب. هادشي راه بلا ما نهضروا على الويسترن كالتشر حتى هي، ولكن في الثقافه ديالنا الا بغينا غير نرجعوا واحد شويه حتى مغربي ديالنا غنفهموا باللي راه داكشي ما عمرو كان. وحتى التصاحب اللي ذكرتي انه اوكي تصاحب في المغرب ماشي غير المراهقين، راه تصاحب في كاع الفئات العمريه. المراهقين ممكن ما يكونوش كيزعموا يديروا حوايج علاقات جسديه، ولكن راه كاين هادشي. لا ولكن انا قلت تصاحب لا يعني بالاساس خاش هو هضر على الارقام 95%. هو هضر على الفئه العمريه ديال المراهقين. تصاحب فانا من هدرت قلت تصاحب ما كاينيش زعما علاقه جنسيه، انا كاينه علاقه جنسيه. صاحب راه كنشوفوا تصاحب كيمشيو بجوج كيجيو بجوج اكسيتيرا، ما كيوصلوش ما كيخافوا يوصلوا داك ليطاب. هو مساله علاقه الصداقه وحكا والحب وكنبغيو كتبغينا. انا نهضر معكم دابا من الاخر، راه دوز غير من حدا المؤسسات وغتفهموا شنو نقول. متفقه معك راه ما بقات الحشمه لا حياه لا حتى حاجه. راه قدر مثلا عمو ولا خالو يقول لي هي بنت تقول لي التمر. هادشي علاش المغربي ديالنا غير اللي مشى ديك المغربي اللي كتشوف جدات هما اللي القيم مشكل ديال القيم بالدرجه الاولى. الوغ هاد الرقم كيخلع. 13000 وحده قبلوا زعما طلب ديال تزويج هاد الطفلات هادو من اصل 20000 طلب.
بالنسبه لي هذا الرقم هذا بحد ذاته شي حاجه اللي كتخلع في هذا المجتمع ديالنا دابا، اللي انا ضدها بكل الضد. وحتى الا جينا نرجعوا للدين ديالنا والشريعه اش كتقول، راه الرسول عليه الصلاه والسلام حث على اننا هذاك الانسان اللي بغى يفكر في الزواج خصو يكون بعدا واصل وعنده واحد الكفاءات كيف كنقولوا. خصو يكون راشد، خصو يكون قاد على المسؤوليه، خصو يكون قاد جسديا ونفسيا ومجتمعيا واقتصاديا انه قادر يخوض هذه التجربه الزواج. فعساك طفله صغيره غتجيبها بيس اون الجسم ديالها انها ولا حادقه في الدار كيف كنقولوا بالعاميه ديالنا، حادقه وكتعرف تشقى وكدير، دونك سي بون راه قابله ولا قاده انها تزوج تهز المسؤوليه. صراحه انا هذا الرقم بدا كيخلعني بزاف، وحيت غير في 2020 دونك راه باقي الخطر في البلاد. انا من هنا كنطلق من احصائيات اخرين هما نسبه الطلاق. هنا كنفهم باللي ان كتلقاهم راشدات وماشي ديال الزواج، كتلقى العقليه ديالهم راه ماشي ديال الزواج. علاش؟ لان اليوم اللي خارج على نقدر نقول بين قوسين مقبلين على الزواج او تزوجوا في العام الاول الثاني، يعني البيريود الاولى، كتلقى خارج عليهم انستغرام، وكنخرج عليهم البنات دابا شنو ولاو كيديروا في الانستغرام، شنو ولاو وصلوا لهم، شنو هذه فين مشات، هذا شوف الراجل شنو جاب ليها، هذه شنو دار ليها، شنو دار لها. فإلا بغينا ناخذ المثال هذا كاسقاط على هذه الاحصائيات اللي كانت في الاول، كاسقاط على واحد البنيه صغيره اللي مازال ما فاهماش شنو هي المسؤوليه، شنو قراتي واش كملت ولا ما كملتهاش، الوقت كيفاش تبدلت من شحال ديال دابا. نهضروا على النسب اللي كاينه، غتلقاو النسبه كامله كاينه في ما وقع في يعني في القريه، في المدن، في المجال القروي غنلقاوها تما، لان نسبه الوعي ما كايناش، نسبه بزاف الامور اللي كاينين. فهذا تصور عامي ان اللي يعني البنت اللي تكون جاهزه للزواج كتكون كما كنهضروا على التربيه الجنسيه، كنهضروا تكون انها واصله لواحد المستوى، لا المستوى الفكري، لا مستوى انها تكون تحمل مسؤوليه، لا مستوى المسؤوليه، لا المنزليه، لا الزوج ديالها، لا بزاف الحوايج. وهاد المبادئ كاملين مفاهيم راه كاينه في الدين ديالنا وكاين يعني في المجتمع ديالنا المغربي. قلتي واحد التيرم ديال جاهزه للزواج، ننطلقوا منه. شنو كنعنيو بالجاهزيه للزواج؟ راه كاين المشكل على انه كاين، انا ناخذ لك هذه المشكل سيكو كاين دابا على هذه القضيه ديال الجاهزيه للزواج، وانتم استدليتوا بالشريعه الاسلاميه، هي نيت اللي غادي نهضر عليها، على انه البعض يستدل بالشريعه الاسلاميه وكيقول لك لا، من حقها تزوج 14 و15 و16، لان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشه رضي الله عنها كانت 9 سنوات، وكانت هي كانت جاهزه جسميا وكانت ولكن واش هذا العصر حنا كنعرفوا حالات الطلاق مرتفعه، واش الامر ينطبق علينا؟ واش حنا اليوم راه خاص يدار واحد التيست نفسي للناس اللي غيتزوجوا، واش عندهم الاهليه على انهم يتزوجوا؟ هادو اللي فايتين 18 اللي فايتين السن القانوني، فما بالك كتجيب طفله كتحفظها تدخل في المحكمه وتزوجها. هذا اولا كيدل، الرقم كيدل على انه يتم استغلال المنافذ القانونيه. ملي كنهضروا على 13000 من اصل 20000 حاله تم تزويجها، يعني كاين ثغرات قانونيه تستغل، وهي اننا كنخليو الحكم انه القاضي هو اللي يحكم، فهذا يستغل. نقدروا ما نمشيوش في هذا البعد ديال القانوني، نقدروا نرجعوا، اسمح لي ايمان قطعتك، نقدروا نرجعوا مثلا غير الاسره مع الاسره اللي غادي تتزوج وتفاهموا على شي ارض ولا شي حاجه، حيت الاخر ولد عمه ولا لحل النزاعات. امور ما كتكونش 100% قانونيه، وانما بعض المرات كتكون اجتماعيه اقتصاديه اساسيه. عاد كنجيو الجانب القانوني اللي كيحسم لينا في الامر، ان وصلنا للحسم ديالنا، صافي اتفقنا، عاد وصلنا للجانب القانوني واش يقبل ولا ما يقبلش. دونك هذا هو الاساس. بالنسبه لي انا اعتقد ان الرقم اكثر من 13000 فتاه. كاين زواج الفاتحه، كاين بزاف ديال الطفلات في البوادي كيعانيوا هذه المساله هذه. الا دققنا في الارقام غتكون واحد الارقام مهوله كتخلع. وخصنا بالنسبه لينا خصنا نعرفوا شنو السبب الاول اللي كيخلي ان الاباء يزوجوا الابناء ديالهم. غادي نرجعوا نلقاو المشكل العويص الاكبر هي مشاكل اقتصاديه اجتماعيه، ان العائلات كيعانوا من الفقر. ديك البنت باش ما تبقاش في ذاك المنزل خصها تزوج، باش يطالب ديال راجلها، باش يحتضنها هو، المصاريف ديالو غادي يتحملها هو الى اخره. البنت مازال ما عارفه حتى شي حاجه، ما عارفاش المسؤوليات ديالها، ما عارفه شنو هو الزواج، ما عارفه ان رسولنا مؤكده من الله سبحانه وتعالى كيزوج في السماء، ما عارفه ان ما لها وما عليها، بزاف ديال المسائل. مشكل الفقر ما كيخليوش البنت تقرا، مشكل ديال التمدروس، البنت كتعاني من
من الهضر المدرسي. الهضر المدرسي هذا مشكل عويص. وكيفاش هذه البيئه انا غادي تكون عندنا بيئه واعيه ومثقفه وبيئه ومجتمع اللي غادي يكون ناجح من القدام، وحنا في 2020 13000 فتاه غصبت انها تزوج، راه مشكل عويص وارقام مهوله. فانا احمل مسؤوليتي بالدرجه الاولى للدوله انها خصها تدخل في هذه المساله وتقنن هذه المسائل، ويكون واحد القانون صريح ومبسط واكيد. اعتقد انه يجب تكثيف ادوار المجتمع المدني والجمعيات. كاينين جمعيات ولكن بواحد النسبه ضئيله انهم كيخدموا في هذا المجال ديال التوعيه من ناحيه ديال التزويج ديال القاصرات او الغصب ديال الزواج ديال القاصرات، الا انها كتبقى جهود محدوده. نقدروا نقولوا ماشي مصطلح قاصرات وانما الطفلات اللي مازال ما دوزوش الطفوله ديالهم. اذا الطفله خصها تخرج، خصها تلعب، خصها تكتشف الطبيعه، خصها تكتشف بزاف ديال المسائل. كيجي واحد الانسان كيتزوجها وكيسد عليها في واحد البيت وكتضطر انها تولد وصافي، كتبقى في هذيك الدوامه ديالها وكتبقى الدوامه كدور. هذا هو المشكل العويص اللي كاين. هذا المشكل اقتصادي بالدرجه الاولى، خص يكون تمكين اقتصادي. اما من غير الاقتصاد دائما كنقول زعما حنا كشباب شنو نقدروا نديروا في هذا الموضوع. انا كنقول باللي خصنا نبداو من راسنا ونحاولوا نوسعوا اكثر المجال ديال التوعيه ديالنا مع الشباب، مع القرى. كيف قلتي محمد، هذه الظاهره كتبان بزاف في المجال القروي بدوافع كثيره بيناتهم، سواء العادات والعائله، بحكم عاوتاني كيقول لك انا خصني اللهم نزوجها ولا تخرج دير شغل الدار وتجيني مغتصبه، الوغ خصنا نزوجها احسن بولد عمها. وهذا عندي واحد ماشي انكدوت، مي انا كيبقى فيا الحاجه كنسمعها في البلاد ديالنا. كاين واحد الدوار ما عقلتش على الاسم ديالو، انهم كيزوجوا الطفلات مده 7 ايام. 7 اون فوا كيوصل لهم يعني البلوغ كتبلغ كيتزوج مده 7 ايام من واحد من الاقارب ديالها. وفاش كتزوج من مورا 7 ايام عنده الحق يطلقها، وكتطلق ابخي 7 جوغ ديال الزواج. هذا صادم اكثر من الرقم اللي وصلنا. داكور. بيان جو. اصلا هاد فهمتي مع التخشات ما عندي نايس. شي حاجه ناضيه نيت، عندي ما يوقال، عندك ما يفيد. بالنسبه لهذا الموضوع هذا، هو الاختلاف تيكون على حسب الوعي ديال الانسان. كاين اللي تيقول لك انا مع الضحيه لان السيده ما لابسه مزيان ولانها هي اللي فاتحه المجال، وكاين اللي تيقول لك العكس. وإلا جينا نشوفوا بالنسبه ليا كرأي شخصي، نرجعوا للمساله ديال التربيه الجنسيه ومساله الاحترام الذات ومساله ديال التقدير ديال الامور هذه من الصغر كنا مربين عليها. ما غاديش نوصلوا لهذا المواصل، اش خلى هذاك. ولكن تيبان لي ان الاعلام تيلعب واحد الدور مهم ومهيج لهذه المسائل هذه، بحكم ان خرجوا لنا ما يسمى شي وحدات بلا ما نسميهم، تيخرج تيقول لك حريتي الشخصيه هذيك ندير انا شنو بغيت، ولكن هو ما يقربش ليا وكذا وكذا. وما ننساش بنت الناس ان كاين واحد النوع اللي نقدروا انه ما كاملش التربيه، راه حتى هو كيتسنى في هذه الفرص هذه. صحيح. ما كنسمح لي محمد نقطعك واحد شويه، عافاك. علاش انا كتجيني في الكلام ديالك كتحمل المسؤوليه للمراه وبلباسها وبالحريه ديالك المعتقدات ديالها. هادشي اللي درتي بالضبط، حيت الا كانت هي اي وحده غتلبس بواحد الطريقه معينه كيعجبها وغتقول لك هذه واحد الحريه الشخصيه ديالي، ما غاديش نهز انا الهم لواحد الانسان ما مربيش حمق باش يتعدى عليا. لا انا اسقاط فقط ملي كندوي على اللباس كيلبس وكيلبس ايفن دو محمد واخا هكاك كاين المراه ودويش على التربيه ياك، وهذا واقع. ما تربطش التربيه باللباس ديال المراه. اسمحوا لي محمد، ماشي المراه واخا الاكشن نكمل الجمله على انه يمشي يوصل للاغتصاب. لا شو ما تغلطوش اللي هو وجه من اوابيته. واخا تحرش. لا انا جيك نعطيك مثال. واخا كاينه بنت المهم واحد اللباس ما نقولش لك، وكاين دري مسكين نقد الحاجه عاقل مسكين. شتي ديما جاك بنتي للراجل وعلى انا جاك اسمحوا لي. هذا السيد هذا اللي غير متكامل مسكين غير متكامل هو، واللي عنده خلفيات اللي هضرنا على قبيله ديال التربيه الجنسيه، فضروري كتوقع واحد النتيجه هذه. وشنو دير بيديك البنيته؟ علاش ضروري؟ شوف محمد، واحد القضيه دويتي عليها هي الحريه. فريبول اخي فريبول دويتي على الحريه.
بالنسبه لي انايا كونتر ديال ان المراه تلبس ما بغات بدافع الحريه، حيت هذيك الحريه ملي كتلبس ديك السيده اللي بغات كتولي تقيس الحريه ديالي انا شخصيا. دونك انا كونتر، حنا في مجتمع اسلامي محافظ عنده ضوابط عنده قيم متابعين القيم ديالنا والشريعه ديالنا. ف اؤكد على ان اللباس ديال ديك الانسانه ما خاصوش عافاك والله غنهضر انا غير هذه عافاك نعطيها لك. كمل الفكره ديالك. طب واحده اللباس ديال واحد الانسانه محترمه وهذا كتمشى في الشارع ماشي هو اللباس ديال واحد الانسانه غير محترمه وغادا كتمشى في الشارع. شكرا ماشي غير في الواقع المغربي. اييه هادشي في جميع انحاء العالم. اوكي علاش اخويا البنات اللي كنشوفوا ما تشوفش لي البنيته اللي كتكون لابسه واحد اللباس اللي انت عند بالك انه حريه غلطه. اوكي كاينين بنات اغتصبوا لابسين الجلالب لابسين النقاب لابسين ماشي غير الاحتشام فوق من شي حاجه اكثر من الاحترام وتشدوا وتغتصبوا من عائلاتهم. اسمح لي من عائلاتهم من عمامهم من خوالهم من بزاف د الحوايج بلا ما ندخلوا في لي ديتاي ديال الحريم. ولكن اللباس انا بالنسبه لي واحد الحاجه واحد الشرط اللي الله يرحم الوالدين. انا مازال ما كملتش الجمله كتكمل ايمان. لان غير مؤخرا نعطيكم اكزومبل كان واحد الحادثه السي الطيبي ديال بنيته 8 سنين اغتصبها عمها. شكرا. شنو هذه داخل لا بلاتي 16 عام هذه داخل فيها التربيه الجنسيه. شنو داخل فيها؟ داخل فيها لكن عام وصغير وما بلاتي لا لا نؤيده. حنا ضد هذه داخل فيها بلاتي داخل فيها التربيه الجنسيه ديال لانه كيكو فوا كيعطيو الاكسس على ان لا فامي ممكن تعامل في المحيط الجسدي مع البنت بواحد الطريقه ماشي مشكل معينه يحقاش هذاك عمها ولا ولد عمها ولا واتيفر. ولكن انا عندي مشكل سيكون ملي كان كيهضر على السيد قال لك مسكين مي البنت بلاتي نكمل الفكره بلاتي لا ما عرفتش شويه للمصلين. انا ما كناقش دابا الحريه الشخصيه ديال البنت لان هذا نطاق اخر. لكن انا اللي غادي نقول انا ما بغاش نقص الحريه لكن اللي غنقول مهما كانت هذه البنت لابسه فذلك ما كيعطيش الحق لحتى واحد على انه يتعدى على الحريه ديالها ويتعدى عليها باي طريقه ويمارس عليها عنف جنسي سواء كان تحرش لفظي او معنوي كيف ما كان ما عندوش الحق. بالنسبه لي انا شكرا. بالنسبه لي انا الاسلام لا يتعارض مع التربيه الجنسيه، بالعكس هناك علاقه تكامليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ورانا مجموعه من المسائل. جاب السنه هي السيره والسيره ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. ورانا كيفاش الاغتسال بالجنابه دم الحيض مجموعه من المسائل اللي عندها علاقه بالصحه الجنسيه. فكيف يتعارض مع القيم الاسلاميه؟ ولكن بالنسبه للمدارس الا كانت غادي تكون واحد التربيه جنسيه تكون مقيده بشروط وبضوابط. راه الطفل ديال 5 سنين خصنا نعطيه داك الفهم ديالو ديال 5 سنين. الطفل ديال 12 عام خصنا نعطيه الفهم ديال 12 عام. ما يمكنش المواضيع الجنسيه ديال الشخص عنده 14 عام نجي ونعطيها لواحد الشخص عنده 5 سنين. يقدر ياخذها بواحد الطريقه ويرجعها نيجاتيف. فكيف ما قلت هناك علاقه تكامليه تسايريه ما بين القيم الاسلاميه وكذلك التربيه الجنسيه. انا بغيت نقول على ان الاسلام هو الدين الوحيد الذي تطرق الى التربيه الجنسيه. ما كاينش شي دين واحد اخر تطرق. وراه ماشي غير في كيفاش الاغتسال من الجنابه والحيض وكذلك بل حتى في الجماع العلاقه الجنسيه بحد ذاتها. تا كيفاش على انه الرجل مثلا خصو يبدا من المداعبه واكسترا. تا اداب الجماع كيفاش خاصها تكون كيفاش ما خاصناش نعطي الظهر للمراه. زعما المشكل عندنا في المجتمع هو مشكل فهم للدين. صحيح. كيفاش نوصلوا الميساج الديني بطريقه اللي يفهمها كل شيء. لذلك أرى لأنه حتى في الخطاب الديني ما خصوش يبقى معتمد فقط على المساجد لكن خصنا نهبطوا شويه هي كاينه المبادره ديال المرشدين الدينيين الى غير ذلك لكن خصنا نهبطوا شويه للشارع. خصنا السوشيال ميديا الاعلام سواء السمع البصري سواء الفورمال ولا انفورمال هادو خصهم يديروا الادوار ديالهم. خصهم يهضروا باللونغاج ديال الشباب وديال الاطفال وديال البالغين. علاش؟ باش يفهموا. وطبعا اتفق معك لان التربيه الجنسيه ما يمكن تكون تربيه جنسيه صحيه وصحيحه الا عطيت الطفل لكل واحد على حساب لاج ديالو بالتوازي. الطاقه الاستيعابيه. لانه ما يمكنش غادي ندخل في امور ديال الجنس وانا كنهضر على 3 سنين وما يمكنش عاوتاني. المهم ما خصناش نخلطوا. هادشي يحتاج مجهودات ما بين ما هو علمي ما بين ما هو ثقافي وما بين ما هو ديني كذلك. صحيح.
نقدر بالاضافه نعطي واحد 3 مقترحات اللي هما اساسيين واللي كيلعبوا 3 ادوار 3 مجالات. من هو المؤسسه مثلا علاش ما يتدمج التربيه الجنسيه بواحد الشكل في الماده التربيه الاسلاميه؟ لان ملي كندويو على الجانب الديني كندويو على ايات قرانيه وكندويو على سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي الاحاديث ديالو من خلال بالنسبه لمستوى الايمان، الطهاره، بالنسبه لمجموعه الامور يعني اللي هي عندها علاقه بهذا الشق، فمذكوره في هذه المسائل علاش ما تكونش مفصله وعندها واحد يعني واحد البعد اللي ياخذ كدرس كمحاور في هذه المسائل هذه. صح. وتدمج يعني من الابتدائي، علاش لا؟ تكون ماده تعليميه، تكون ماده تعليميه مدموجه مع التربيه الاسلاميه او ماده بوحدها. بوحدها في الليسي كيكونوا مجموعه الامور دخل فيها النقاش، فمجموعه الامور ممكن خاصه. ولكن علاش قلت الابتدائي؟ حيت الابتدائي غتكون متعايش مع هذه المساله. ملي كتجي تسلط واحد المقرر الليسي فتيكون واحد كما حنا فاش جينا حتى للكوليج وحطوا لنا التربيه الاسريه نوع من الرفض. القيمه ما دخلناش لها، ما دخلنا لها، كندخلوا مره جوج مرات وما كنمشيوش لها. كندخلوا البنات هما اللي يمشيو لها حتى هما اللي عندهم علاقه بها مثلا. انا هضرت على لما هو مرتبط بما هو جنسي، كيكون شويه مازال الحلالي في الابتدائي. فالابتدائي مجموعه الامور كيطلقها في التربيه الجنسيه، لكن ما هو الليسي على ان الليسي راه الا ما خداش من الاسره وما خداش من المدرسه كسورس ثانيه على انه باش يفهم الليسي يفهم الجماع ويفهم الادب الجماع والاغتسال واكسترا، ما راه غادي نتعطلوا بزاف. قدر في الابتدائي تكون عندها علاقه بالصحه الجنسيه ولا الثقافه الجنسيه. ما ناخذوش حنا التوعيه الجنسيه بهذا الشكل العريض. نعطيك مثلا في المدرسه الدراري ديال الوليدات ديال الماتيرنال ولا ديال البريمير يعلموهم بلي ما حتى حد ما يجي يسلم عليك في وجهك، يعلموهم مثلا انك باش مثلا تقضي الحاجه ديالك تكون بوحدك، ما تكونش ما تغيرش الملابس ديالك قدام ناس اخرين. المهم تكون هاد الثقافه اللي خفيفه اللي يقدر يتقبلها الطفل في هذاك السن. اسمحوا لي انا عطي الراي ديالي في الكاستيون. شكرا صراحه، سؤال زوين هذا. وكنشكركم ارائكم ديالهم كاملين كانوا صراحه في محلها، وكنشارككم نفس الافكار. بالعكس انا كنشوف باللي التربيه الجنسيه ما عمرها غتكون تهديد على القيم الدينيه ديالنا. كبرنا بشي وحدين الحمد لله، الناس اللي عندهم واحد الحظ كبير عندهم عائلات اللي تفقهوا اكثر في الفقه وبالذكر وعارفين الله سبحانه وتعالى في يعني في اليوميات ديالهم. كتحس بلي راه ديك الاسره غادا كتكبر بواحد الثقافه دينيه زوينه اللي كتقدر تجلب بزاف د المواضيع، واللي منها الموضوع كنهضروا عليه اليوم اللي هو الصحه الجنسيه. بالعكس انا كنشوف باللي ما عنده حتى شي خطوره، حيت كيف سبق لي وذكرتوا نتوما راه الدين ديالنا كيحث على بزاف ديال الحوايج اللي داخله في هذه التربيه وفي هذه ليدوكاسيون كحاجه عامه، بلا ما ندخلوا في الديتاي ديالها، سواء طهاره جسديه، طهاره فكريه، طهاره حتى في التعامل مع الناس، سلوكيه. راه السلوك كيلعب دور كبير باش توصل لواحد المعلومه. بالنسبه لي انا كنشوف باللي التربيه الجنسيه خصها تكون واحد المنهج اللي غادي ندمجوه اول حاجه في المؤسسه الصغيره، واللي هي الدار، اللي هي الاسره ديالك. دونك كنحاولوا نديروا حملات توعويه للاباء باش يكون عندهم الشجاعه اكثر انهم يفتحوا هاد المواضيع مع وليداتهم الصغار كيف ما كان العمر ديالهم. دونك صافي، هذه اول حاجه نقدروا نبداو بها. الحاجه الاخرى اللي كنقولوا خصها ضروري تكون اللي هي نربطوا هذه التربيه الجنسيه ولا التربيه والصحه ديالها وصحه المعلومات اللي نقدوا نوصلوها في المدارس ديالنا. يعني من الابتدائي حتى لواحد الفئه، ما نقدرش نقول لكم واحد الفئه بالضبط، حيت انا كنشوف باللي التعلم والتعليم اون جينيرال راه ما كيحبسش في واحد لاج سبيسيال. دونك هذا هو ثاني ريكومنديشن نقدر نقول. بالضروره بغيت نوضح واحد الحاجه، اي حاجه غنذكروها في التربيه الجنسيه ما خصش تكون عندها اي معارضه مع الدين ديالنا. حنا مسلمين ومغاربه، المغربي وي التقاليد وي، ولكن ما غنوصلوا المعلومات دينيا وعلميا بواحد الطريقه صحيحه. وكيفاش نوصلوها ما كرهناش نديروا شي بلاتفورم ممكن في السوشيال ميديا نقدروا نخدموا بها ونوصلوا معلومات صحيحه مع فئه عمريه صحيحه. الخطر ماشي هو شنو هي التربيه الصحيه ولا التربيه الجنسيه، ولكن الخطر هو ما نعرفوهاش. بالنسبه لي اهم حاجه كنبداو بها باش نحلوا المشكل هي نشوف الامور اللي ممكن نتحكم فيها.
اللي غنتحكم فيه بالنسبه لي هو واحد سيستم إدوكاتيف شامل متكامل يوازن بين التربيه الجنسيه بكل حمولتها وبين ما هو ديني ما هو ثقافي وما هو اخلاقي. الى هادشي دخلناه المدارس من جهه وخدمنا عليه اعلاميا من جهه اخرى كخطه شامله نخدموا عليها وهي اللي متحكم عندنا بها حد الان، نكونوا محققنا واحد الدور كبير في التوعيه بالثقافه الجنسيه الصحيحه. بالنسبه لي انا شخصيا الى عندي العصا السحريه شنو نقدر نغير؟ انا اللي عندي العصا السحريه نفرض واحد المساله مهمه. قبل الانسان ما يفكر انه يتزوج، الدوله او المجتمع المدني او المؤسسات يفرضوا عليه انه يقرا واحد الموديل عنده علاقه بالتربيه الجنسيه. يقرا واحد الموديل عنده علاقه بالتربيه الجنسيه، يدوز فيه واحد لو تيست، وعاد ديك الساعه انه الا كان صالح انه يكون اب ومربي ولا صالح انها تكون زوجه ومربيه ديال الاسره، ديك الساعه عندهم الحق وعندهم لاكسي انهم يتزوجوا. انا هذه المساله هذه الا عندي العصا السحريه غادي نفرضها بالدرجه الاولى. الا كانت اسره واعيه مثقفه سواء دينيا سواء معرفيا، عارفه ما لها وما عليها، عارفه شنو المعنى ديال التربيه الجنسيه دو ا زد، فانا اكيد ان 90% باش ما تكونش نسبه عامه ان دوك الابناء ما غاديش يتعرضوا بزاف ديال المسائل، ولو تعرضوا لشي مسائل غادي يكونوا عارفين بالخطر ديالها وغادي يحاولوا انهم يتفاداوها. هذا هو الخلاصه. طارق محمد. ايوا هي هذيك دونك بالنسبه لي العصا السحريه في يدي واش ممكن نغير؟ دونك بالنسبه لي كمقترح هو مقترح اساسي واللي ممكن نطلقوا به باش نحطوا اي بروغرام اللي هو يعني